أجل قوة، وهي القوة ما يمتلكها أي كان. بابا أنت جاد بكلامك هذا؟ بنتي أنا ما شفت نفسي جاد بكلامي مثل هسه. ايش عجب؟ ما أدري، إحساس صدقي، إحساس أنت بحاجة الشخص يمكن ما تحسين بحاجة إلى ظاهريا ولا نفسيا. بابا أنت ذخري بالعالم كله، سهيل منو؟ بنتي سهيل مثلي، حنين، صديق الصدوق لصاحبه، 20 سنة جربته وأعرفه. ما عليك من حكي ناس، ماكو واحد ما بيه نقايص. الإنسان لازم يغلط وإلا ما يصير إنسان. بس أنت اللي نهيتني عنه. بنتي احنا يا ما نهينا نفسنا عن أمور ما شفنا نفسنا إلا قبالها ومنتجين عليها. بعدين الشاب اللي محكوم بعائلة طويلة عريضة وفقر وعازة ترى ما يشد عزمك، لربما يتفاشل وياك، وبعدين الخسارة ما تعوضيها طول عمرك. بس بابا أنا يعني بنتي أنا وضعي تعبان، فهميني ندى. بابا أنت لأي شي تتلمح؟ ليش يعني تريد ترعبني وتخوفني؟ أبدا، ايش بيك؟ أنا موجود هناك بالك شوفيني، بس الظروف أقوى من عندنا اثنيناتنا. الظروف هي سيدة الموقف، هي اللي تتحكم بمصايرنا. وعقلنا؟ عقلنا ينتج أفكار بس، ما ينتج حقائق تترس الإيد حرارة وحيل وضمان. بعدين أنت حرة. انت متأكد من هالحكي؟ استاذ انا رحت انتظرته هناك، بعدين طلع لي شاب يعني عمره بحدود 30 سنه، قال لي هذا الجماعه سافروا للشمال يمكن الاصطياف كم يوم ويرجعون. لا اكيد صاير شيء. ثم ندى ليش ما قالت؟ بعدين شاهين صحته مو مال سفر ورجل سيارات. يعني اقول اخاف له ياخذته حتى شويه يرتاح يتونس. لا اكيد صاير شيء، اكيد صاير شيء. صباح الخير. صباح الخير يا معودة، ايش لشتينا ندى؟ لا كنا بيت قرايبنا، بتنا عندهم ليلة. هيج غفل دون ما نعرف. أبو شيماء أنا هواي أعتذر، يمكن ظليت واقف قدام الباب تنتظر. لا بنيتي ولا يهمك ولا يهمك، هاني برخصتكم. ندى فهميني شنو القصة؟ للحين يا معودة شنو ذول الناس اللي عندكم؟ انتوا ليش مو بالبيت؟ هذول الناس يصيرون بيت أخت مرت أبويا، هي عازمتهم. بعدين أنا جاية بوقتي، هسه الساعة 8:30، ليش تتقلق؟ من حقي. شلون؟ انتي امانتي. صحيح؟ طبعا اليوم مباشر وعقبه. بعدين ندى انا هواي احتز بيك، تعرفين اني احس بالليل دقيقه دقيقه، اقول يمتى يجي الصبح حتى اصبح بشوفتك، سهران طول الليل. بس هذا يضر بصحتك أنا أخاف عليك. اللي يخاف على الواحد لازم يداري ويعينه ندى. مو بيدي. أنا أحتاج معونتك، فليش تبخرين علي بهالعونة يا ندى؟ أبو نجم أنا هواية أتألم لما أسمع هذا الكلام منك. ندى تتزوجيني. ندى أنا أشبه بالواحد اللي محكوم عليه بالإعدام وما يعرف إيش وقت التنفيذ. أبو نجم ما أعرف، بس أنا أشوف صعب على واحد مثلك يصير ذليل العواطف بهالشكل هذا. ندى أرجوك أرجوك ندى،
انت ليش تشوفيني انا اقوم واقعد وارتاح واضحك؟ لا، ترى اني تعبان ندى وايد. ارجوك ساعديني، ارجوك. انا راح اروح يم معروف فد شويه وانتظر من عندي جواب. ها ندى، بيتي واملاكي وبناتي وثروتي كلهم دا ينتظرون جواب منك، فساعديني ارجوك. الو ندى؟ الو الو ندى؟ الو الو، منو هذا؟ مالك؟ شو يريد؟ ما اعرف. طيب ليش ما جاوبتي؟ ما اعرف. تحبي؟ بس وافقت عليك انت. اشكرك نداوي، اشكرك يا احلى نداوي بالعالم. انا استاذن، اشكرك نداوي. عيد، أنا رايح المعادن، احتمال أرجع احتمال لا، شوي دير بالك. الله يكسر. وين نجيب؟ راح الشغلة. أقول لك منيرة، شلون صارت نجوى هسه؟ شلونها؟ صحت شوية وردت غطت بنومة من جديد. اجا مفوض ذيك هسه ويا شرطي. شران؟ يقول بلكي يراجعون المركز بعد في الساعة. ليش؟ رجل بنتك مصيوبه بالمستشفى. مازن؟ نشوفي نفسك بيج حيل، خطفي رجلك المركز، شوفي شكو. ضمي هذا الخبر عن نجوى. وين عباتي؟ هاي وين منيرة؟ مو انتي تعبانة؟ خلي اشوف شنو القصة، بلكي لقوا الالماس. والله يعني ما اعرف بالضبط وين تردد، واعتقد حضرتك ذيك مره جيت ودليتك وقلت لك وين تقدر تلقاه. مع الاسف، بس شو الفائده؟ وصلت بعد فوات الاوان، بعد ما فرغ كل ما بجيوبه. طيب يعني جنابك هسه ايش رايك مني بالضبط؟ يعني اقول لازم هو يتردد على ناس لهم مصالح وياه، فلوس شيء من هالقبيل.
يعني تريد تعرف وين باع البوقة. بس هاي ممكن تسأل الشرطة هم يدلوك. هذه عندي نموذج منها، ومن الصعوبة العثور عليها بعد التفتيش الدقيق. بس قلت ريت مساعدتك، ربما تعرف صايغ يعني يتعاطى ويشتري مثل هالاشياء هذه التحف بدون ان يسأل عن مصدرها او عن وصل قديم إلها. بس هو اللي يفسخ ويصب من جديد شيء طبيعي يشتري. الفصوص شلون يفسخها ايضا؟ ثم هذه تحف مزخرفة ومطعمة بأنواع فاخرة من الياقوت، فالشغلة مو سهلة. والله يا أستاذ شاهين بصراحة يعني قلت لك هذا الشخص يعني معرفتي بيه ما تتعدى كونه إنسان يشتغل عندي. أما شي يبيع شي يشتري شو عنده ما عنده للأسف ما أعرف. إيه، عنده أم مترداية، أما زوجته فواصلة إلى درجة من الجنون. أستاذ شكري، أتمنى تشوف المأساة اللي سواها الإنسان ببيتي، مجرد أن يشوف لا أكثر. زين شفت الزوجات القديمات؟ منو منها؟ يعني سميعة مثلا. وش عجب سميعة بالذات؟ لأن سميعة بالذات هم باع مجوهراتها. تخن ديله كامل باعه ولعب بفلوس الخسر. أستاذ شكري، سميعة هاي وين أقدر ألقاها؟ بالسياحة. أهلا وسهلا بالأستاذ. شكرا. قلت أخلص هاي السطرين بإيدي عشان أنزل لك الاستعلامات. أشكرك، بس تدرين بنتي إيش قد تعبت ودخت إلى أن لقيت دائرتكم هذه. أي صحيح المجا يقول يصعب عليه فعلا. بنتي أنا جاي من طرف زوجك السابق. منو؟ أكو غير مازن؟ لو نسيتيه؟ مازن بدأ أعوج. دليلو أهله شافوه الأولاني لما الجو صغار بعد نسوا. كبر على الأم، كبر على غير، كبر يتمايز على غيره. راح الظروف وجت الظروف، لقى نفسه مسؤول عن الكل. عيشهم رباهم، لما كبروا وتوظفوا بدأ يستغلهم. هجوا من قد عافوا للبيت وهجوا، وهسه لو تشوفه عايش ويا أمه واحدة وبس. هم نقول ما علينا، بس اللي أريد أعرفه من بنتي سميعة موضوع مصاغاتها. هو بس مصوغاتي، باع الفيديو هدية أبوي، باع الثلاجة. أكو واحد عمو يبيع ثلاجة بيته، يقول الديانة لازم عليكم بيانة ومسلمتها للشرطة، وهو راح سكر وقامر ما أدري. قعدني على الحصيرة بعد 4 أشهر زواج، وأنا جبت من بيت أهلي 4000 دينار، وكانت غراض ما صفيت غير بس على هدومي اللي رحت بيها المحكمة. بنتي وهذا شو اسمه؟ التاجر اللي بعت ويا المجوهرات. في التاجر بشارع النهر. شو اسمه؟ ليش؟ ليش؟ مازن أخذ من عندنا مرة. بس كون بايع ذهبكم همينه. ذهبنا بس، ألمازنا بنتي. زين ليش ما سألتوه ما تقصيتوا؟ هسه أحب أعرف. دقيقة هسه أكتب لك إياه. شكرا بنتي. هذا كلام خطير ومعلومات تقلب القضية رأسا على عقب. الستر أبو رشاد؟ ما ممكن. يجوز التزوير هنا أو هناك، بس بناء عمارة يقتضي شبكة من الاتصالات والأوراق. دوائر ما ممكن كل سجلاتها مزورة، بس قول بعض سجلات الأساس عند العقار، الأمانة، الدوائر، إيه. لهالسبب أرجوك تطلب التريث. احنا راح ننتظر آخر قيد للسجل العقاري ووروده للمحكمة. فإذا كان آخر قيد نظيف فالمحكمة راح تطلع على المستمسكات الموجودة عندها وتقارن.
واحنا